يا ترى سألت نفسك في يوم انت ليه بتحب القطط؟ اكيد في حاجة ربنا خصك بيها ما خصش بيها حد غيرك، عشان كده خلاك تحب القطط. ربنا خصك بالرحمة والحنان، لانك لما بتربي قطة اكيد بينزل في قلبك الرحمة بيها والحنان عليها، واكيد بتتعلم تحمل المسؤولية وتنظيم الوقت. صحيح يا جماعة، احنا بندي للقطط اكلها وشربها، بس في حد سأل نفسه القطط بتدينا ايه؟ القطط بتدينا البهجة وبتدخل على حياتنا الفرحة. القطط بتغير في شخصيتنا وسلوكياتنا وبتطلع الحلو اللي جوانا. وفي دراسات كتيرة جدا بتقول إن تربية القطط بتساعد على تحسين المزاج والتغلب على التوتر، وأكيد كل ده بيولد عندنا السعادة والطاقة الإيجابية. في حاجة أجمل من إنك تصحى كل يوم على وش قطة جميلة عاوزة تلعب معاك وعاوزاك تأكلها وتشربها، وبتقولك إنك قد إيه مهم بالنسبة لها. تربية القطط كمان بتساعد في التغلب على الوحدة، وأكيد كمان في ثواب كبير في تربية القطط، وأكيد في فوائد نفسية واجتماعية. أكيد أي حد بيربي قطط ده بيولد عنده الشعور بالحيوية والنشاط، وأكيد بيخلق عندك أجواء سعيدة ومرحة. أكيد صوت الضحك بيعلى في البيت لما بتشوف تصرفات القطط العشوائية المرحة البريئة. فلو أنت إنسان وحيد صدقني هتلاقي في تربية القطط كل حاجة تكسر الفراغ اللي موجود في حياتك. بعد ما اتكلمت بوجه عام عن القطط وتربيتها، عايزة أعرفكم بالقطتين اللي موجودين في حياتي. هما الحقيقة 3. أنا عندي تشستر اللي هو الأسمر، أنا كنت عملت فيديو عنه قبل كده، وعندي فلة وبطيخة. أنا بحبهم حب كبير جدا جدا جدا. فلة طبعا اللي هي لونها أبيض، وبطيخة اللي هي لونها بني. هتقولوا لي طب اشمعنى دي اسمها فله واشمعنى دي اسمها بطيخه؟ فله طبعا هي لونها ابيض، فانا عشان كده سميتها فله. بالنسبه للبطيخه هي الحقيقه صاحبتها الحقيقيه هي اللي سمتها، وهي طبعا كان عندها قطط وولدوا، وانا خدت منها القطتين دول. كل قطه ليها شخصيه مستقله. بطيخه بتفكرني بالاخت الكبيره، ورغم ان هما الاتنين توأم الا انها دايما بتعتني بفله وبتنضفها بلسانها، وبحس ان هي عاقله شويه زي الاخت الكبيره بالظبط، وطيبه وقنوعه. اما فله بقى مقولكش، شقاوة الطفلة الصغيرة وأنانية جدا في الأكل. ممكن تحجز على الأكل وتاكله كله لوحدها، وتزوم في وش أختها عشان تاكل لوحدها، وتخلي أختها ما تقربش من الأكل. بيلعبوا في كل حاجة وعندهم فضول ناحية كل حاجة مهما كانت العواقب، وصدق المثل اللي بيقول الفضول قتل القطة. في الحقيقة إن بطيخة مرتبطة بيا جدا، كل شوية تيجي وتنونو وكأنها بتقولي أنا عاوزاكي دايما تهتمي بيا وتملسي على شعري. وتيجي أملس عليها وتروح تلعب، وبعدها بشوية تيجي عشان أملس عليها وبعدين تروح تلعب، وهكذا. هما ما بيحبوش إن أنا أقفل الباب عليا أبدا، عاوزين يشوفوني دايما ويدخلوا ويطلعوا بحرية. ولو قفلت الباب وما شافونيش قدامهم، بيقعدوا ينونوا عليا عشان أفتح لهم، كأنهم بيقولوا لي مفيش حاجة اسمها خصوصية بينا. هاريين بعضهم ضرب، كل شوية ضرب طبعا بهزار، وخصوصا لما بيكونوا شبعانين بيكونوا عايزين يلعبوا ويجروا في كل حتة ورا بعض هنا وهنا، ويتنططوا في كل حتة. منكرش ان هما بيبوظوا لي حاجات كتيرة جدا في البيت، وبيقلبوا لي حال البيت، بس ببص لهم وبضحك على تصرفاتهم، لان كلهم مرح وحيوية وشقاوة. أرجوكوا يا جماعة اللي بيربوا قطط حافظوا على القطط، لأن دول نعمة كبيرة في حياتنا، وراعوا ربنا في أكلهم وشربهم ونظافتهم. القطط مش محتاجة منك غير إنك تملس على ظهرها، وتمسح على شعرها، وتأكلها وتشربها، وتأمن لها مكان تعمل فيه الحمام بتاعها، وتلعب معاها. الحمد لله يا جماعة إن القطط موجودة في حياتنا. مع السلامة.